بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وأتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهديني ويسر الهدى لي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في القراءة الطيبة المباركة من الكتاب الطيب المبارك صحيح البخاري. ما زلنا في كتاب العلم، ما زلنا في كتاب العلم، ونحن طبعا كما لا يخفى عليكم نحاول في شرح أحاديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى، رحم الله مشايخنا أساتذتنا، بالمقارنة بالسيرة النبوية الطيبة المباركة. نقارن هذا بهذا حتى نتمتع ونستفيد من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فنحن نقرأ السيرة من صحيح البخاري كاملة، ونحاول نأتي بالشواهد من السيرة النبوية على كل حديث يمر بنا. وصلنا عند كتاب العلم كما هو ظاهر عندكم في الشاشة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب يذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجه من أوجه التحمل ومن أوجه الإجازة من الشيخ للطالب وللتلميذ. إحدى هذه الأوجه المناولة، أن يناول الشيخ لتلميذه الحصيف العاقل كتابه ويجيزه بنشر هذا الكتاب والحديث منه والتعليم منه. هذا معنى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. والكلام واضح، خطابات العلماء وإرسال كتبهم من البلدان إلى البلدان. واستدلوا بفعل عثمان بن عفان لما جمع القرآن الكريم ثم نسخه عدة نسخ وأرسله في مجموعة من البلدان، وعبر بذلك إلى الآفاق، وكل جهة وصل إليها المصحف العظيم وهو القرآن الكريم. واحتج الإمام البخاري أيضا لجواز هذا الموضوع بما ذكره من أن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك أجازوا ذلك كله. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة، وصرح ابن حجر رحمه الله على من المقصود بأهل الحجاز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب لأمر السرية كتابا
أمر عليهم رجلا وهو عبد الله بن حذافة السهمي، وقال له سر حتى تبلغ إلى مكان كذا وكذا، فبلغ ثم قرأ الكتاب فإذا به أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال جهة ما، وأمره أن لا يشد على من معه، ومن أراد أن يستمر معه في هذه السرية فله ذلك، ومن أراد أن يرجع فليرجع. شاهد من هذه القصة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كتابا لعبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن لا يقرأه إلا في مكان كذا وكذا، فكأنه أجازه بهذا الكتاب وبهذا الخطاب. وفي هذه السرية قصة يحسن ذكرها، وهي أن الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي كان فيه دعابة، فقال للصحابة بعد أن أضرموا نارا ادخلوا فيها، وقال ألست أميركم وأليست الطاعة علي واجبة فادخلوا فيها، فهم بعضهم وامتنع البعض الآخر، فالذين هموا أن يدخلوها قال إنما كنت أمزح معكم، فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجههم النبي عليه السلام إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. وهنا قاعدة عظيمة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا مقدمة لهذا الموضوع الذي هو مسألة المناولة والإجازة. ولا يزال أهل العلم والفضل يعملون بهذا، فيجيزون بعضهم بعضا فيما سمعوه من مشايخهم وأساتذتهم، وحفظوا بذلك السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولم يكتفوا بطباعة الكتب الموجودة حاليا، كتب والمسانيد والمجاميع وغيرها التي يعني هي في مقدمتها صحيح البخاري ومسلم وصحيح مسلم، وكذلك سنن الترمذي وأبو داود وابن ماجة والترمذي ومسند الدارمي ومسند الإمام أحمد، كلها مطبوعة وموجودة، لكن لم يكتفوا بهذا، بل لا يزالون يتقربون إلى الله بالتحمل وإجازة بعضهم بعضا. وقد تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي. وأيضا العبد الفقير أخوكم برهان حصل أيضا مجموعة من الإجازات من أهل العلم والفضل الذين يسر الله عز وجل اللقاء بهم، أجازونا والحمد لله في كتبهم التي سمعوها من مشايخهم مناولة، لم نقرأها كاملة لكن مناولة. قرأنا أبواب أو يعني الأول من كل حديث من هذه الكتب، ففي كل كتاب من هذه الكتب قرأنا الحديث الأول عليهم وأجازونا بقراءة الكتب كلها، والحمد لله. يعني درسنا هذه الكتب معظمها في الجامعة الإسلامية على مشايخنا الفضلاء، حفظ الله المملكة العربية السعودية من كل سوء، وحفظ الله الجامعة الإسلامية أيضا من كل سوء، حفظ مشايخنا وأساتذتنا، قرأنا عليهم هذه الحديث، فهمناها وتعلمناها، ما بين الاجتهاد والتقصير، حقيقة ما بين الاجتهاد والتقصير، لكن حصل الخير والنفع والحمد لله. إذن الإجازة والمناولة هو شرف أن يذكر اسمك ضمن سلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها جبريل عليه السلام وتصل إلى ربنا تبارك وتعالى. لا شك أن هذا شرف عظيم، فكما أن الله شرفنا بكتابة أسمائنا مع سلسلة العلماء والأئمة العظماء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يجمعنا مع نبينا الكريم وأبي بكر وعمر وعثمان والعشر المبشرين والمهاجرين والأنصار في الفردوس الأعلى من الجنة، إن ذلك على الله يسير.
إن ذلك على الله يسير، إن الله على كل شيء قدير، والمرء مع من أحب. نكمل القراءة. بعد ذلك أيضا كما يظهر عندكم في الشاشة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعيد أو إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعوذ بالله من غضب الله. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في هذا الكتاب من أجل أن يثبت فيما يتعلق بجواز المناولة، وهي الكتابات التي كان يرسلها الأئمة بكتبهم إلى الأمصار وإلى البلدان. ولكن يجدر بنا هنا أن ندخل أيضا فيما يتعلق برسائل النبي صلى الله عليه وسلم. رسائله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء بلغت 18 رسالة وكتابا، وهناك خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعدها 6 وبعضهم يعدها 9 وبعضهم عدها حتى وصلت تقريبا 18 رسالة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم والفضل. دعونا نسرد هذه الرسائل العظيمة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. وكانت غالب هذه الرسائل حصلت بعد غزوة الحديبية. بعد غزوة الحديبية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك والأمراء والعظماء، سبحان الله، مما يدل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم عالمية للبشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهيب هذه الدول، ولم يعني يعظمها في نفسه فتمنعه عن أداء الواجب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبالتالي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الدول وأقواها التي كانت تحكم في ذلك الزمان، الإمبراطوريات والبلدان، والتي تمتلك جيوشا عظيمة وعتاد وقوة، بحيث أن الإنسان يعني يكون في قلبه شيء من الرهبة والخوف من هذه. لم يكن ذلك في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى وعده بالنصر، ولأنه رسول حق عليه الصلاة والسلام فكتب. دعونا نقرأ ملخص هذه الرسائل التي أرسلت في السنة 6 من الهجرة تقريبا إلى مجموعة من أهل الفضل، مجموعة من الأمراء والملوك، وكيف كانت النتائج ومن هم السفراء. من هنا طبعا أخذ الناس وأخذت الدول اليوم ما يتعلق بالدبلوماسية، دبلوماسية الدول والأمم كيف استخدمت في ذلك الوقت، فقد يعني استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأولى إلى هرقل عظيم الروم. المرسل إليه هرقل عظيم الروم، وهم الرومان النصارى بمختلف دياناتهم معروفة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النتيجة كيف كانت؟ في قصة طويلة، هرقل مع أبي سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، وسبق أن ذكرنا هذا في كتاب بدء الوحي،
والقصة معروفة. نتيجة لم يسلم، لكن يعني أظهر احتراما وسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف على ملكه فلم يسلم، ولكنه قال مقولته المشهورة: إن كان هذا هو نبي هذه الأمة فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وبالفعل تحقق ما قاله هرقل، وملك النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدميه. الرسالة الثانية كانت إلى كسرى ملك الفرس، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خطابا مع عبد الله بن حذافة السهمي، رضي الله تعالى عنه وارضاه، والذي أخذ الخطاب إلى كسرى إلى البحرين، ومن البحرين إلى كسرى. النتيجة كانت أنه مزق الخطاب ورمى به في التور أو في التنور، في مكان الذي يحرق فيه الأوراق. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فسلط الله عليه ابنه شارويه فقتله، فانتهى ملكه. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتمزق ملكه وقتل بعد مدة قصيرة. في قصة أيضا معروفة وطويلة يعني فيها علامات النبوة، ليس الآن هذا وقتها. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: اذهبوا إلى أرض الصدق فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. يا سلام، والله هذا شرف عظيم للأحباش، ليتهم يفعلون كما كان يفعل النجاشي، لا يظلم عنده أحد. اليوم تبدلت الأمور، فصار في بلدان الحبشة إريتريا وغيرها يظلم عباد الله كثيرا، ويسجنون بغير حق، ويقتلون ويشردون، وملئت الأرض جورا وظلما. في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا رسالة النجاشي غير الهجرة الأولى والثانية فالهجرة الأولى والثانية حصلت في سنة 5 من البعثة، أما رسالة النجاشي فكانت في الهجرة، والذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل بالخطاب، كان السفير وعمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو الذي سلم الخطاب إلى الأصحمة النجاشي رضي الله عنه ورحمه. النتيجة أسلم سرا ونصر المسلمين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. هذا التاريخ المشرف للأحباش يبقى دائما إلى قيام الساعة. الرسالة الرابعة إلى المقوقس عظيم القبط، عظيم مصر، أن السفير كان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد شهد بدرا. النتيجة لم يسلم، أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدى مارية القبطية وسيرين أختها وبغلة. يعني المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين. ماريا القبطية كانت سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وطئها فأنجب منها إبراهيم عليه السلام. وسيرين هذه أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، فأنجبت له عبد الرحمن، هكذا تقول كتب السير. خامسا المنذر بن ساوى العبدي البحرين، السفير إليهم كان العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النتيجة أسلم هو وكثير من أهل البحرين. طبعا منطقة البحرين لم تكن هذه الجزيرة الصغيرة اليوم، بل إنما كانت هي وما حولها من شبه الجزيرة العربية مساحة يعني حقيقة منيحة كما يقولون إخواننا السوريين. الرسالة الثالثة كانت إلى الحارث بن أبي شمر الغساني،
وكان السفير إليهم شجاع بن وهب الأسدي. النتيجة رفض وهدد بالحرب، رفض وهدد بالحرب مع الأسف. الرسالة السابعة كانت إلى هوذة بن علي الحنفي منطقة اليمامة، وكان السفير إليهم سليط أو سليط بن عمرو العامري، والنتيجة لم يسلم وطلب شراكة في الحكم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثامنة كانت إلى جيفر وعبد ابني الجلندي منطقة عمان، وكان السفير عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. النتيجة أسلم ودخل أهل عمان في الإسلام. تحية إلى أهل عمان من هذا المنبر، قال لو أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك. الله، شرف عظيم في هذه البلدان من فمه الطاهر صلى الله عليه وسلم. قال في الأتراك اتركوا الترك ما تركوكم، وقال في الحبشة ودعوا الحبشة ما ودعوكم، وقال في اليمن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وقال في أهل عمان لو أنك أتيت على أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك. يا سلام، نسأل الله من فضله. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البلدان. هناك شهادات أيضا لبعض القبائل، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. اللهم اهدي دوسا وأت بهم. هنيئا هنيئا لهذه القبائل التي حظيت بهذا الخير العظيم. كذلك اللهم بارك في شامنا ويمننا. الشام وما أدراك، أما الشام ففيه نصوص عظيمة، يكفي قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومعنى باركنا حوله أن أصل البركة تنطلق منه، ثم تتسع هذه البركة بشكل دائري قطرها المسجد الأقصى ثم تأتي. فالشام داخل بالدرجة الأولى في هذه البركة. ثم في أضف عليه دعاء النبي عليه السلام اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. على كل حال هذا الدين العظيم جاء فعلا لكل البقاع، والله سبحانه وتعالى من عدله وكرمه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فإن من حمل رسالته أعاجم. نعم، الإمام البخاري أعجم، والإمام مسلم أعجم، والإمام أبو داود أعجم، والإمام الترمذي أعجم، كل هؤلاء من بلدان البخارى. صحيح كما يقول شيخنا الشيخ عصام عربه اللسان، يقول لك شيخنا الشيخ عصام يقول لك فلان عربه اللسان، وهم أئمة في اللغة العربية بلا شك، لكن أصولهم من الأعاجم. وهكذا هيأ الله عز وجل الأتراك ليحموا هذا الدين لأكثر من 6 قرون، وهم كذلك ليسوا بعرب، ولكن جعلهم الله قمم، وآتاهم الله القوة، وشرح صدورهم، ومكنهم، وانتشرت يعني جيوشهم حول العالم. وأعتقد أن أعظم خلافة مرت وحكمت الكرة الأرضية هي الخلافة العثمانية، لا تجد مثلها أبدا، لا الخلافة العباسية ولا الخلافة الأموية ولا المماليك ولا غيرها. كانت خلافة حقيقة آية من آيات الله، ولم تسقط إلا قبل 100 عام، وسوف تعود هذه الخلافة رغم أنف الكفار ورغم أنف أعداء الإسلام، ستعود هذه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن وصلنا، يعني توقفنا عند جيفر ابن عبد ابني الجلندي من دولة عمان، منطقة عمان. وذكرنا أن السفير كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. النتيجة أنهم أسلم هذان القائدان وأسلم معهم جميع
قومهم. الرسالة التاسعة كانت إلى المنذر بن الحارث الغساني، وكان السفير إليه شجاع بن وهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النتيجة أنه رفض الدعوة مع الأسف. وهذه الرسائل نحتاج أن نقف عليها رسالة حتى نصل إلى نتائجها أين وصلت، ولكن لضيق الوقت نحن نمر فقط على خطابات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العاشرة الأكيدر بن عبد الملك في منطقة دومة الجندل، وكان السفير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه. النتيجة أنه صالح النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الجزية ولم يسلم. يا سلام. الرسالة 11 وهي إلى القبائل وإلى من هم أدنى في المستوى، لكنهم كانوا يعني رؤساء ولهم أتباع، إلى رفاعة بن زيد الجذامي، وكان السفير إليه عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنتيجة أن أسلم قومه لاحقا. 12 إلى كعب بن أسد يهود خيبر، النتيجة رفض، ثم كانت وقعة خيبر. 13 إلى يهوذا بن رؤيا أيلة في منطقة أيلة وهي في فلسطين، النتيجة صالح النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الجزية. فلسطين أو الأردن أيلة، لم أتأكد من هذا، اعذروني على التقصير. الرسالة 14 إلى ثمامة بن أثال منطقة نجد في اليمامة، النتيجة أنه أسر وفي قصة طويلة، ولكنه أسلم بعد ذلك وتأثر بإسلامه كثيرا، وكان لإسلامه أثر كبير في إضعاف قريش اقتصاديا. 15 إلى باذان وإلى اليمن عن كسرى، النتيجة أسلم بعد مقتل كسرى وأسلم أهل اليمن. بالنسبة لأيلة كما قلت لكم كنت شاك بين فلسطين وبين الأردن، ولكن يترجح عندي والعلم عند الله أنها في الأردن، منطقة أيلة التي حدثت فيها قصة بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله عز وجل بتحريم الصيد في يوم السبت، ووضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الشباك يوم الأحد وقالوا لم نصد يوم السبت، فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. كان هذا في منطقة أيلة. الآيات الكريمات اطلع عليهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الآيات في هذه القصة على كل حال هذه كانت في منطقة أيلة. إلى باذان والي اليمن عن كسرى، النتيجة أسلم بعد مقتل كسرى وأسلم أهل اليمن والحمد لله رب العالمين. 16 إلى أهل نجران، كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعرف من الذي أرسل إليه، لم يسلموا وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. 17 إلى بني حنيفة، ولم يذكر اسم الذي أرسل إليهم، فأسلم بعضهم وارتد بعضهم لاحقا مع مسيلمة الكذاب، لكن قامت بين بني حنيفة وبين المسلمين حروب طاحنة قتل فيها وحشي مسيلمة الكذاب. ثم 18 إلى قبائل قضاعة، وتباينت الردود بين القبول والرفض. هذه كتابات النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ 18. طبعا أقصى ما ذكره المؤرخون في خطابات النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، فصلوات ربي وسلامه عليه كتبهم وخاطبهم وحذرهم بأن عليهم إثم الأريسيين وإثم أتباعهم إن لم يستجيبوا، فكما نلاحظ أن أكثرهم استجابوا وأسلموا فمنهم من أسلم سرا
ومنهم من أسلم جهرا، ومنهم من رفض وكان متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقليل الذين أعادوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوه، فمزق الله عز وجل ملكهم وأسقطهم. لذلك سبحان الله يقولون مشايخنا الكرام أن الله عز وجل قد أنهى ملك فارس تماما، لأنهم لم يقبلوا ولم يحترموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى ملك الروم إلى يومنا هذا، لأن الروم كانوا يعني أقرب مودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فقد مزقهم الله عز وجل ودمرهم وسلط عليهم بخت نصر، وما زالوا في عذاب، ولم يتمكنوا من إقامة دولة إلا قبل حوالي 70 سنة بوعد من بريطانيا كما لا يخفى على شريف علمكم، وسوف يزول ملكهم هذا أيضا، فما زال الله عز وجل يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. لكن الشاهد أن النصارى سبحان الله يعني ذكرهم الله عز وجل في كتابه بقوله: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذا الذي حدث، أن هرقل عظيم الروم قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأوشك أن يسلم، ثم خاف على ملكه، الله المستعان، فانزلق والعياذ بالله وارتد وخسر الدنيا والآخرة. لكن كان قد تكلم بكلام طيب، حفظ الله له هذا الكلام، حفظ هذا يعني لمن بعده من الملوك الذين هم أتباع الروم. وحتى في أواخر هذه الدنيا يحصل اتفاق بين الروم وبين المسلمين، يكون هناك عهد آمن كما جاءت به النصوص، وهذا يدل على أن أما الفرس فلا في التاريخ في علامات يوم القيامة الكبرى لا ذكر لهم، والله تعالى أعلم. هنا نستفيد من هذا الحديث العظيم، وأن من السنن المناولة وإجازة العلماء بعضهم بعضا، أخذوه واستدلوا به بهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب المناولة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا الكريم في الجنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لكل خير. والحقيقة تشعر بالفخر حينما تقرأ هذه الرسائل، رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه يعني استخدم خاتما في ذلك الوقت. كانوا يقولون لو أن الملوك والأمراء لا يقبلون إلا أن يكون هناك الخطاب مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما في محمد رسول الله، فإذا رأيته هكذا يكون مقلوبا، لكن إذا ختمت به تجد الله فوق ثم محمد تحت ثم رسول، هكذا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر القوانين والأعراف الموجودة في ذلك الزمان ما لم تكن مخالفة لأمر الله وللوحي، فإنه كان يقبل ذلك صلى الله عليه وسلم ويحترم الأنظمة والقوانين. أخيرا أستأذنكم في ختم هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا الكريم في الجنة، وأن يوفقنا للعمل بكتابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا.